موضوعنا النهارده هو سحر المحبة. في ناس تلجأ لصنع هذا السحر وهو سحر محرم. طب ايه الأعراض بتاعت سحر المحبة؟ هنتكلم عن الأعراض وهنتكلم عن كل ما يخص هذا الموضوع من الألف للياء بأمر الله تعالى. فأولا صلوا على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأعراض بتاعت سحر المحبة: أولا الشغف الزائد. الشغف والمحبة زائدتان لدى الشخص، والرغبة الشديدة في كثرة الجماع عند الشخص المصاب بسحر المحبة، وعدم الصبر عن المرأة بالنسبة للرجل، والرجل اللي هو اتصنع ليه السحر، والتلهف الشديد لرؤية الزوجة، تمام، والطاعة العمياء لها. الطاعة العمياء لها، يبقى المرأة لما بتعمل السحر ده تلاقي فيه شغف محبة زايدة عند مين؟ عند الزوج. الرغبة الشديدة في كثرة الجماع، عدم الصبر عنها، التلهف الشديد ليها، طاعته لها طاعة عمياء، نفذ الأمر من غير خلاف ونقاش. طب بيحصل ازاي سحر المحبة ده؟ اولا كثيرا ما بيحدث خلافات ما بين الزوج وزوجته، وده طبعا الامر الطبيعي في العلاقات الزوجيه، ما فيش بيت بيخلو من بعض المشاكل، تمام. فبعض النساء قليله العقل وقليل الدين تذهب مسرعه لساحر ليصنع لها هذا السحر، وسرعان ما ياتي السحر بمفعوله تلاقي الحياة عادت لمجاريها طبيعية، وتلاقي الحياة اختلفت معها، صارت طبعا هي تملكته بخادم سحر، وده محرم شرعا. لم تصبر هذه النساء على الحياة الطبيعية ومقابلتها بأمور الحياة، وإنما لجأت إلى أمر محرم في الدين، تمام. فأول ما بتذهب للساحر ويضع لها سحر يحببها الزوجة، وده طبعا زي ما بقول لكم من قله الدين او من الجهل بتاع المراه، ان هي لم تعلم ان هذا الامر حرام ولا يجوز. فتلاقي السحر بيطلب منها اول حاجه اثر من اثار زوجها، منديل، فلنة، عم، او اي شيء من ملابسه، او قطعه قماش من اي شيء بيلبسه، كان بيلبس جلباب او كان بيلبس قميص او بنطلون او اي شيء من هذا القبيل، تمام. و لازم الحاجة دي تكون حاملة لرائحة العرق، يعني تكون ايه فيها عرق الزوج، تمام. يعني ما تكونش جديدة او مغسولة، بل تكون ايه مستعملة. وبيأخذ منها الساحر عليه لعنة الله بعض الخيوط وينفث فيها ويعقدها، ويأمر المرأة بدفنها في مكان مهجور، أو أن يصنع لها سحر على ماء أو طعام. وأشد ما يكون والعياذ بالله بيكون بأمور شركية، طبعا بيكون على نجاسة، وأشد منه ما يكون بدم الحيض. دي كلها علاقات محرمة وكل أساليب محرمة، طبعا حرمها الإسلام، يعني سواء كان على نجاسة أو دم الحيض ده كله حرام، والسحر حرام كله طبعا. وبعد كده بيأمر هذه المرأة أن تضع لزوجها في الطعام أو في الشراب أو في الطيب المسك بتاعه. وهناك قد يحدث أمور عكسية لهذا السحر. إيه هي؟ أحيانا الزوج بعد ما بتعمل له الزوجة السحر ده يروح يمرض، يصيبه المرض بسبب السحر، تمام، وتلاقيه أصيب بالمرض. وأحيانا ينقلب السحر بالعكس، تلاقيه كره زوجته ولا يقبلها أبدا. وهذا الامر بيكون ناتج عن جهل كثير من السحرة باصول السحر. واحيانا الزوجه بتعمل السحر لزوجها بالمحبه، وبيكون قد تعمل له السحر بالمحبه لها هي، ويكون السحر ده مزدوج، ويكره باقي النساء، يكره كل النساء ويحب هي واحده، فيسبب ذلك كراهيه الزوج للام والاخت والعمه والخاله وجميع ذوي رحمه من النساء. تلاقيه كره امه واخواته واهله وعماته وخالاته وكل حبايبه من النساء. واحيانا ينقلب السحر اللي هو المزدوج ده اللي بتخليه يحبها هي ويكره باقي النساء، فتلاقي الرجل يكره كل النساء حتى الزوجه اللي اتعمل لها السحر، تمام. ممكن يتقلب عليه
وتلاقيه كره كل النساء ويصل الامر للطلاق. طب ايه الاسباب بتاعت سحر المحبه؟ طبعا نشوب الخلافات بين الزوجين، طمع المراه في مال الزوج، خاصه ان كان هذا الزوج غني ولديه المال، فتلاقي تفعل الحاجات دي. احساس المراه بان الزوج سيتزوج باخرى، رغم ان هذا الامر جائز شرعا ولا غضاضه فيه، ولكن المراه في هذا الزمان خاصة المتأثرات بأجهزة الإعلام المدمرة تظن أن زوجها إذا أقدم على الزواج بأخرى فهذا دليل على أنه لا يحبها، وهذا خطأ فاحش، لأن هناك أسباب كثيرة يمكن أن تدفع الرجل على الزواج بثانية وثالثة ورابعة رغم أنه يحب زوجته الأولى. منها مثلا رغبتي في كثرة الأولاد، أو عدم صبري على المعاشرة في وقت حيض امرأتي ونفاسها، أو رغبتي في توطيد علاقة ما بينه وبين أسرة معينة، أو غير ذلك من الأمور. فالأمر ليس حرام وإنما هو حلال. وفي سحر حلال بالنسبة للمحبة. إيه سحر الحلال المحبة؟ عايزين نتعلمه والنساء يعملوا بهذا الكلام، وهذه نصيحة بنقدمها للمرأة المسلمة، وهي يمكن لها أن تسحر زوجها بما أحل الله لها، تسحر زوجها بما أحل الله لها بكثرة التزين والتجمل له، فلا تقع عينه منها على قبيح، على قبيح، ولا يشم منها إلا أطيب ريح، والابتسامة المشرقة والكلمة الطيبة وحسن العشرة والمحافظة على مال الزوج ورعاية الأطفال وحسن العناية بهم وطاعته إلا في معصية الله. المرأة تطيع زوجها إلا في معصية الله. ولكن إحنا لو نظرنا لمجتمعنا الحالي لوجدنا تناقض عجيب في هذه الأمور. نجد المرأة تتزين أحسن زينة وتلبس أفخر ما لديها من حلي ولبس، وتخرج عندما تكون خارجة كأنها في يوم زفافها، إذا كانت في حفلة أو زيارة لإحدى صديقاتها. أول ما ترجع للبيت تلاقيها غسلت زينتها، خلعت حليها ووضعته مكانه انتظارا لحفلة أخرى أو زيارة ثانية، وزوجها المسكين اللي اشترى لها هذه الثياب وتلك الحلي محروم من التمتع بهذه الأمور، فلا يراها في البيت إلا بالأثواب القديمة وتفوح منها رائحة الطبخ والبصل والثوم. ولو عقل المرأة المسلمة لعلمت أن زوجها أحق بهذه الزينة. يعني هي لو امرأة صاحبة بصيرة وصاحبة عقل لعرفت أن الزوج هو أولى بالزينة اللي هي بتتزينها وهي خارجة، هو أفضل بهذا التجمل. فإذا خرج الزوج إلى العمل فالمفروض المرأة تنهي شؤون بيتها من طبخ من تنظيف، وأول ما يأتي تغتسل وتتزين وتتجمل وتنتظر، فإذا حضر من عمله رأى زوجته أمامه زوجة جميلة وطعاما معدا وبيتا نظيفا، فيزداد حبه لها ويزداد بها تمسكا. فلهذا لعمر الله هو السحر الحلال. بالتصرفات، بالعمل الطيب، بالعمل الصالح تستطيع المرأة تستجلب قلب زوجها، خاصة إذا نويت بذلك طاعة الله في التجميل للزوج وإعانته على غض بصره عن الحرام، لأن الشبعان لا يشتهي الطعام ولكن يشتهيه ويتلهف عليه من حرم منه. فعلى المرأة أن تعقل هذه الكلمات الثمينة وأن تعمل بها، فإن هذه الكلمات مفيدة لها، وعليها أن تستحضر إيمانها وطاعتها لله في إرضاء زوجها، لأن المرأة دي زي ما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل شيء بيستفيد بها الرجل بعد تقوى الله عز وجل. لذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن نظر إليها أسرته، وإن غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. هذه هي الزوجة الصالحة. إنما النساء اللي بتذهب لصنع
سحر المحبة دول بيرتكبوا جرم عظيم، سواء كانوا بيجهلوا به أو كانوا يعلمون به. ده كفر وشرك بالله عز وجل، لأنه ذهابهم للساحر ده كفر بما أنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي يقع في هذا السحر عايز يتعالج، عليه أن يفعل كما أقول له الآن، عليه بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، أذكار الصباح والمساء، تشغيل سورة البقرة في البيت مرة كل يوم، وعليه أن يستمع للرقية الشرعية 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام، وعليه أن يرش البيت بعد طلوع الشمس بربع ساعة حبة ملح، رش الشقة كلها مع هذا الحمام، ومرة قبل الغروب بربع ساعة، وبهذا خلال 7 أيام سيتخلص من هذا السحر. وهذا ما أردت أن أبينه لكم عن سحر المحبة. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.